ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده بقى معانا فيديو جبار جميل جدا 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 جدا. عقبال عندكم يا حبايب، عقبال عندكم يا حبايبي. يا رب عقبال عندكم الهنا والفرح والسعد والهنا اللي انا فيه ده. حبايب قلبي الغاليين، وحد الله وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام على الفيديو الجميل الجبار ده. واخيرا خلصت من اوضه ابني كده، واتشطبت وراحت نزلت على ايه، نزلت راحت الدهان عشان ترجع كده ايه بتلمع كده، واخده اللون بتاعها، واخده التلميع بتاعها. راحت الراجل خدها وخلاص كده خلصنا الشغل بتاعها، ونزلت الفرن علشان ايه باخدوها، مش عارفه حاجه اسمها الفرن، حاجه باخدوها ايه كده يعملوها، يدوها دي دوك ولا مش عارفه يدوها ايه. دوكو. بصي يا حبايبي، انا فرحانه ومبسوطه وسعيده. ربنا يبسطكم ويفرحكم ويسعدكم ويسعد قلوبكم جميعا، ويديكم الصحه يا رب العالمين زي ما انا مبسوطه كده. والله والله انا كنت تعبانه قبل ما اعمل اوضه النوم دي، كان عندي تعب، كنت قلت لكم ان انا كان عندي انيميا وكنت تعبانه. ما اعرفش يا حبايبي الصحه دي جات لي منين. والله العظيم كنت عامله معاهم زي الحصان كده، اجري واطبخ واعمل فطار واعمل غدا واعمل شاي واعمل عصير، وطالعه نازله اعمل لهم كل اللي هم عايزينه. بقيت مبسوطه بشغل اوضه النوم. واخيرا اخيرا اخيرا خلصت الاوضه، وباركولي عقبال ما تباركولي يا رب يا ربي على على الفرح كده. وانا مشطبه الشقه كده وفرعون الكبير مشطب الشقه كده، وانا اعمل الواجب كله للناس، واعمل لهم كل واجب وكل حاجه يتمنوها، وكل الانفار وكل الناس الشغاله اللي عندي تطلع مبسوطه يا رب العالمين، واقدر اعمل لهم كل الواجب، واعمل لهم يعني كل حاجه حلوه اعملها لهم. والله العظيم والله والله يا حبايبي انا بتمنى اعمل لهم كل حاجه حلوه اعملها لهم. انا اللي بشتغل عندي او بشتغل عندي في شغل او معانا في شغل، بحب اعمل له كل حاجه حلوه. انا عايزه الفيديو ده يجيب لايكات كتير يا جماعه، لايكات 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 كده، وتعليقات جميله منكم كده. وقول لي مبروك يا صافي ان انت خلصتي من الاوضه كده واتعملت والحمد لله. ونزلت بقى ايه على على الدهان، راحت الراجل خدها علشان يدهنها. بعد ما تخرج الأوضة بقى من الشقة، هنبدأ يا حبايبي في مرحلة تانية. مرحلة ايه يا حبايبي؟ ان احنا نعمل الشقة، ندي الشقة كده ايه اللون الأخير ان شاء الله. تمام. هنشتغل بقى في شغل الشقة، هننقل بقى من شغل الأوضة. احنا عاملين الشقة سكنتين معجون زي ما انتم شايفين كده في الأول. تمام. هنكمل بقى الناس هيجوا ويكملوا شغل الشقة، الدهان الأخير إن شاء الله. بعد الأوضة ما تنزل هنبدأ في شغل الشقة. وبكده الأوضة خلصت بقى معايا، وعملت لكم شيشنا على الأوضة وهي بيشتغلوها كلها. عملت معاكم شيشنا على كل الشغل وكل اللي هم عملوه، وبشكرهم جدا 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 على الشغل بتاعهم الجميل الرائع. بجد عملوا حبة شغل يا جماعة، شوية شغل 10 على 10. أنا بهنيهم الصنايعية الجمال اللي زي العسل دولت، محمود والمعلم محمود المعلم سيد، على شغلهم الجميل اللي ما شاء الله عليهم، ايدهم جميلة وعاملين شغل بسرعة وشغل جميل. هتشوفوا النتيجة ان شاء الله لما الأوضة مش ظاهرة دلوقتي، بس هتظهر لما تيجي من الدهان ان شاء الله. وننصبها كده واوريكم شكلها بقى وهي جاية كده، تحفة 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 ان شاء الله. بجد عملوا الأوضة زي ما أنا عايزة، والرسمة اللي أنا عايزاها وطريقتها جميلة، وكل تكاتها وتفاصيلها وكل حاجة يا حبايبي عملوها زي ما أنا عايزاها بالظبط. وإن شاء الله هتقولوا رأيكم لما يجي الشغل من الدهان ويرجع كده إيه ما شاء الله عليه منور كده وملعلط كده، والأوضة إيه رقم واحد. حبايبي يا غاليين، ما تنسونيش بالله كده. وعايزه تعليق منكم حلو قوي 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 قوي، تعليقات كتير يا جماعه، وعايزه لايكات كتير على الفيديو الجميل الجبار ده اللي صافي عملت فيه كل حاجه. وربنا اداني الصحه واشتغلت وعملت وتعبت، وربنا بدي واحد كل واحد على قد نيته. اقسم بالله يا جماعه انا كنت تعبانه وربنا اداني الصحه على شغل اوضه ابني دي. عقبال ما اعمل لاولادي يا رب الباقيين، اعمل لهم شغل اوضهم كده يا رب واعيش لهم، واعمل لهم احلى شغل في البيت برضو. انا نحب نعمل اوضه النوم في البيت كده من تحت ايدينا. وكمان عملت سريرين للاولاد تحت عندي في الشقه. ايوه، ما انا ما ضيعش وقت ابدا. عملت سريرين للولاد عندي تحت، وعملت ترابيزتين للاكل، وعملت حاجات كده ومحتاجات كده للبيت معايا. وعملت التسريحه لايمن وكريم كده، وعملت لهم سريرين حلوين اطفال، وهجيب لهم مراتب بقى وافرش منهم جداد، واوريكم بقى الفرش بعد ما يرجع ان شاء الله بالمنظر الجميل بالحاجات الجميله دي. ما شاء الله يا جماعه شغلهم جميل جدا جدا. انا مبسوطه من شغل الخشب بجد، طلع تحفه وزي ما انا عايزه بالظبط، الرسمه زي ما انا عايزه بالظبط. وعملوا كمان الركنيات، ركنيتين، ركنيه في الاوضه وركنيه في الصاله. تمام. في اللي هو الهول يعني،
بتاع القعدة ده، وركنية برضه في أوضة تانية، أنا عاملة صالتين، صالة في أوضة كده وصالة لوحديها. هاوريكم الشقة كلها بعد التشطيب إن شاء الله، بعد ما أنجد الفرش بتاع الشقة هاوريكم إيه، هاوريكم التشطيب بتاعها. وإن شاء الله أنا عملت شاشنة معاكم على الشغل كله أهو، وتشوفوا الشغل وتشوفوا منظر الشغل يا حبايبي يا حلوين، وتدعوا لي كده ربنا يكرمني ويسعدني بيهم يا رب العالمين. وولاد راحوا الجيش ربنا يكرمهم، وادعوا لأولادي ربنا يكرمهم يا رب ويسعدهم ويحفظهم ويحفظ ولادكم وولاد المسلمين كلهم يا رب، عشان هم في الجيش ربنا يصبرني على بعدهم ويكفيهم شر طريقهم ويسترها معاهم يا ربي، هم وولادكم وولادنا وأمة محمد يا رب العالمين. ربنا يسعد أيامكم ويسعد قلوبكم زي ما أنا قلبي سعيد، وربنا يتم فرحتي على خير يا رب. ادعوا لي يا حبايبي، ادعوا لي ربنا يتم فرحتي على خير يا ربي. وأكمل بقى بتاعة الشغل اللي هنكمل بقى شغل في الشقة، في الدهان بتاع الشقة. وبعد ما ينزل الأوضة إن شاء الله هصور معاكم شغل الدهان واحنا بنعمل الدهان كده، وكده كده خدنا واحدة واحدة. أول حاجة عملنا سكنتين معجون في الشقة والمحارة والحاجات دي، بعد كده عملنا الأوض وطلعت الأوضة تدهن وتاخد الدوكو بتاعها وتتظبط كده وتروح الفرن اللي بيقولوا عليه ده، وترجع بقى تبقى ايه 10/10 على الفرش على طول. وهتبقى هتظهر معاكم بقى وشكلها هيظهر معاكم، وهتشوفوا الجمال بقى على طبيعته. يعني ايه، حاجة كده عسل والله العظيم. ان شاء الله هتشوفوها بقى وهي جاية وتعرفوا تفصيلتها بالظبط وشكلها، وهتقولوا لي ايه رأيكم وذوقي، ايه رأيكم في ذوقي ورأيكم في شكل الأوضة. الأوضة شكلها مش باين دلوقتي بس ان شاء الله هيظهر بعدين.